السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال واحد الكيك اللي كتجي بارده وزوينه ديال هذا الوقت هذا. المهم غتنفعك بالنسبه للفطور او لا هكا الكاسكروت او لا غادي عند شي حد. المهم كلشي على هاد اللقطه اللي غادي توقع لي دابا ضروري ما كيوقعوا لنا بحال هاد الطرائف هكا. ندوز دابا نخليكم مع المقادير ديال هاد الوصفه هذه. غادي نحتاجوا واحد هكا واحد البول غادي ندير فيه تقريبا 6 ديال المعالق ديال سنيده، وغنحتاجوا فيها غير بيضه وحده. بالنسبه للكيك راه كتجي بحال لا جينواز. عندي هنايا ساشيه ديال السكر تاع فاني. صافي غنخدم هاد المكونات مع بعضياتها. هي الاولى بالنسبه لهاد الكيك هي اللي كيقول لها كيك ديال 6 ملاعق، حيت اي حاجه غادي ديريها غادي تحسبي فيها 6 ديال المعالق. بالنسبه للحليب بالنسبه لدابا سنيده اللي درت فيها 6 ديال المعالق نتاع سنيده، غادي نضيفوا عليها 6 ديال المعالق نتاع الزيت. انا غير كنحسبهم ودرتهم في الكاس، يعني ما تديوش على الكاس. وهنايا درت 6 المعالق نتاع الحليب. صافي ودابا غنخلط المكونات بعد ما خدمنا في الاول البيض مع سكر سنيده ومع سكر تاع فاني. ممكن تخدموه في الطراب الكهربائي وممكن ديروهم غير بالطراب اليدوي كيف ما درت انا. صافي دابا غنحرك المكونات مزيان حتى كينسجموا لينا. صافي هنا بعد ما درنا السوائل غندوزو دابا النواشف. غنضيف 6 ديال المعالق نتاع الدقيق. صافي وغنخلط المكونات مزيان وغنضيف عليهم 2 خمارات ديال الخميره الكيماويه بالنسبه اللي كانت متوفره عندكم، سواء ديال 7 غرام ولا ديال 8 غرام. انا درت هنايا ديال 7 غرام. صافي دابا غنخلطوا المكونات مع بعضياتها. كيف ما كتشوفوا القوام ديال الكيك راه كيجي شويه ثقيل. هنايا غناخذ المول اللي غندخلو الفران، غندهنو بالزيت مزيان باش ما يلصقش لينا الكيك. صافي وغنفرغ فيه هذاك الخليط. بالنسبه للخليط راه كيجي شويه ثقيل، داكشي علاش كنبقى نحركو هكا باش كيتساوى ليا في السطح ديال المول. بالنسبه للفران راه كنشعلو على درجه 180 حتى كتطلع لينا شويه من التحت وكنعاودو نشعلو عليها الفوق، يعني كيف ما كنطيبوا الكيك ديالنا. انا راه بقيت كنضرب بحال هكا المول باش كتستوى ليا هذاك الفوق ديالو باش ما يجينيش بلاصه طالعه وبلاصه هابطه. صافي دابا غادي ندخلوه للفران. هنايا غادي ندوز باش غنوجد معكم الطبقه الاولى اللي درت ديال الفلون تاع الشكلاط. غادي نحتاجو فيها 2 معالق كبار ديال النشا، وغنحتاجو هذا ديال الشكلاط. المهم نتوما كتبقى لكم الاختيار، سواء ديروا الكراميل ولا اللي النكهه اللي كتعجبكم. وغادي نضيف هنايا سكر ديال سنيده 2 معالق. صافي وغنحتاجو نص لتر ديال الحليب. في الاول غنضيف غير واحد شويه حتى كنخلط المكونات باش ما يبقاوش يديروا لنا دوك الحبيبات اولا يتكوروا لينا. عاد من بعد كنضيف النصف كله. صافي من بعد كنعاود تاني نحرك المكونات مع بعضياتها مزيان حتى كتنسجم، وكنديروهم فوق من البوطه باش يطيب لينا. هنايا بعد ما وجدت ليا الكيك حطيتها في الطبق اللي غادي نقدموا فيها. درت واحد السيركل. ممكن نتوما الا عندكم المول ديال الزاج نيشان ديروا فيه نيشان بلا ما تحتاجوا لا سيركل لا والو. هنايا زيرت السيركل باش ما يخرجش ليا هاد الفلون من الجناب ولا شي حاجه. واخا كيخرج واحد شويه لكن معليش راه من بعد دغيا كيبرد. صافي غادي نخوي دابا الطبقه الاولى ديال الفلون. غادي نديروها في الثلاجه او الثلج اللي كنتو نتوما. الا ما كنتوش مزروبين به ديروه في الثلاجه، كنتو مزروبين ديروه في الثلج واحد تقريبا واحد نص ساعه بحال هكاك 15 دقيقه. المهم ما بين 15 حتى نص ساعه. هنايا غنحتاج صافي. هنايا بالنسبه للتزيين اللي غادي نزين به الوجه ديال الطبقه الاولى غنحتاج هنايا واحد 2 بنانات قطعتهم هكا شكل دوائر. صافي ومن بعد غادي نجيب يا اما تجيبوا قطرات ديال الخل او الا عندكم الحامض غادي تشدوا نص هكا حامضه وتعصروها من الفوق باش ما يكحلش لينا البنان. صافي وغادي نخليوه. صافي انا هنا بعد ما خرجت الكيك من الفريكو خليتها تقريبا 20 دقيقه. غادي دابا نبدا نستف الوجه ديالها هذوك الدوائر ديال البنان. وإلا عجبكم لا فيديو كيف ديما ما تنساونيش من الدعم ديالكم ولايك واشتراك. صافي هنايا بعد ما ساليت غادي ندوز باش نوجد معكم الطبقه الثانيه اللي هي الاخيره. غادي نحتاجو فيها فلون ديال الفاني بالنكهه تاع الفاني، وغنحتاج واحد الكاس الماء
الماء عادي، وغنحتاجو السكر ديال سنيده تقريبا واحد جوج معالق ديال السكر سنيده صافي. وغادي نخلط المكونات مع بعضياتها وغادي نديروهم فوق من البوطه باش غادي تعقد لينا. هي ما كتعقدش يعني باش كتغلى لينا، حيت هذه تاني مختلفه على الطبقه الاولى. هي كتشوفوها هكا بدات كدير دوك بحال الفرقعات، يعني صافي عرفوها راه وجدات صافي. هنايا غادي نضيفها مباشره واخا باقا سخونه، حيت الا خليتوها حتى بردات غادي تماسك لكم، يعني غادي تجي عاقده ما غاديش تقدروا توزعوها فوق من الكعك. داكشي علاش كديروها مباشره سخونه وبشويه هكا بالمعلقه باش ما تخسرش لكم الطبقه اللي من التحت. صافي حتى غادي ندخلوها يا اما للثلاجه ولا الفريكو حتى كتبرد لينا مزيان وكيتماسك لينا ديك الطبقه الفوقانيه حتى هي صافي. هنايا بعد ما خرجتها غادي نحيدو عليها هذاك الساخكل، راه كيتحيد معنا بسهوله، يعني كتبقاي تحيديها هكا من الجناب اولا تستعني بشي موس بحال هكا توركي على دوك الخط نتاع الجنب صافي، وراه كيتحيد معاك بسهوله كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو. وكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. كيف ما كتشوفوا راه كتجي واحد الكيكه زوينه ديال هذا الوقت هذا، ممكن ديرها حتى معاك الا كنتي معروضه شي بلاصه او الا جاي لعندك شي حد. الا عجبكم لا فيديو ما تنسونيش من الدعم ديالكم ولايك واشتراك. بسلام عليكم مع وصفه جديده ان شاء الله.